لو حد بيحاول ومش لاقي نتيجة ده معناه حاجة من الاتنين، يا إما هو بيعافر في حاجة هو مش مؤهل ليها، أو إن هو ماشي في طريق مش هو ده اللي هيوصّله للحاجة اللي هو عايزها دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: "لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها." إحنا الفهم العام للآية دي إن هو ربنا مش بيحمّلنا حاجة فوق طاقتنا، يعني ربنا رحيم بينا فمش بيحمّلنا حاجة فوق طاقتنا. ده فهم عام، ولكن برضه في فهم تاني لنفس الآية دي، إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيدّي لك حاجة أكتر من إمكانياتك، ومش هيدّي لك حاجة مش مناسبة ليك، ومش هيوسّع لك أو يوفّقك في حاجة معيّنة أنت غير مؤهل ليها. فبالتالي لو أنا باعافر في نفس الحاجة مرّة و2 و3 وما نجحتش، طب ما هو أنا أفكّر ما هو ممكن تكون الحاجة دي أصلًا مش مكتوبة لي، مش هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه منّي. و و و و وطالما الموضوع ماشي بشكل معاكس تمامًا، ممكن تبقى رسالة من ربنا، ممكن تبقى رسالة من ربنا إن الموضوع ده مش ليك، المكان ده مش مكتوب لك، مش هو ده الصح، وربنا حاشه عنك عشان خاطر هو فيه خير ليك. أمّال إحنا بنعمل صلاة استخارة ليه مثلًا؟ إحنا بنعمل صلاة استخارة لإن صلاة الاستخارة بتساعدنا من خلال إشارات من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نعرف إن إحنا الطريق اللي إحنا ماشيين فيه ده مناسب لينا والّا مش مناسب لينا، ومش معنى إن الطريق ده كان مناسب لحد تاني ممكن يكون شبهنا في حاجات كتير أوي، إن هو فعلًا إن هو يكون مناسب لينا.